والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت سنرفع إلا رسول الله، وقف لرسول الله، ولكن الأول هناخد أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ أهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. لو سمحت كنت عاوزة حاجة للكوليسترول العالي. سن حضرتك كام سنة يا فندم؟ ده زوجي 40 سنة. حاضر. كام؟ حاضر، هقول لحضرتك حاجة إن شاء الله تظبط الكوليسترول عنده خالص ويتحسن جدا نعم؟ جدا جدا. هقول له على حاجة إن شاء الله، يعني هقول لك حضرتك على حاجة تخلي الكوليسترول عنده يتحسن جدا 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 إن شاء الله. إن شاء الله. أمشي إن شاء طب الله. معلش ممكن حاجة تانية؟ خادمك اتفضلي. هو بيجيله برضه شرخ دايما في الخاتم بتاعه. الشرخ حضرتك هقول لك على حاجة عندكم بسيطة جدا تجيبيها، يا إما زيت خروع وتدلكي بيه تدهني بيه، يا اما تجيبي اللي هو الصبار، نبات الصبار حضرتك عارفاه؟ لما نبات الصبار لما بيتقطع بينزل ماده لزجه كده. حضرتك لو دهن بيها لمده 5 ايام هيتحسن جدا ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي طب حضرتك. معلش ممكن حاجه ثانيه؟ اتفضلي يا فندم. ابني عنده كهرباء زياده في المخ. كهرباء زياده في المخ ان شاء الله انتظرين الحلقه الجايه، الموضوع ده منتشر جدا جدا. عنده كام سنه هو؟ 9 سنين. كام؟ 9 سنين. 9 سنوات كهرباء زياده في المخ. طيب حضرتك ممكن تتابعينا ان شاء الله يوم الاثنين الجاي، يعني بعد بكره في نفس الميعاد ان شاء الله، وان شاء الله اقول لحضرتك يا محمد على علاج محمد اللي تعبان. هقول لك على علاج محمد ان شاء الله يا محمد باذن الله، ابشر ان شاء الله. وحساسيه الصدر يا دكتور. وحساسيه الصدر اللي انتشرت، انا كنت في مستشفى الفيوم من كام يوم، زي ما يكون الفيوم كلها عندها حساسيه صدر، ما اعرفش ايه الموضوع ده. حاضر ان شاء الله يا فندم، ابشر ان شاء الله. احنا قلنا ان الهدف بتاعنا هو احياء سنه الحبيب المصطفى عليه السلام، والهدف بتاعنا هو اسعاد كل الناس. الهدف بتاعنا هو رجوع البسمه لوجوه كل المسلمين. الهدف بتاعنا هو ادخال السرور على المسلمين. الهدف بتاعنا ملاذ لكل الحائرين. الهدف بتاعنا هو رحمه لكل اليائسين. الهدف بتاعنا فرجه ان شاء الله لكل المكروبين. الهدف بتاعنا انفتاح لكل المتضايقين. الهدف بتاعنا ادخال السرور على قلب كل مسلم. الهدف بتاعنا هو رفع طب النبي تحت قول وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلت ان احنا لازم نعرف اسيادنا واجدادنا، وشرف لنا ان يكونوا اسيادنا واجدادنا من هذا الصنف الذي حمل الدين الى اعلى مرتبه ورفع الطب النبوي الى اعلى درجه، بل وحمل على عاتقه. بس الاول طبعا هاخد من حبيب قلبي وشيخي ودكتوري فضيله الدكتور عبده مبروك الشافعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ كيف حالك فضيله الدكتور؟ الله يكرمك، انا سعيد والله بيكم وسعيد بهذا البرنامج الجديد. ربنا يبارك. ارجو سبحانه وتعالى يكون في ميزان حسناتكم يعني. اللهم امين يا دكتور، وربنا يثبتك على الحق يا رب، وانت من العلماء الكبار. دكتور عبده انت اخ فاضل، واسال الله سبحانه وتعالى ان هذا البرنامج في ميزان حسناتكم كلكم ويكون نافع لكل المسلمين يا رب. اللهم امين. احب اعرف الدكتور عبده مبروك الشافعي، طبعا استاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعه الازهر، وهو من العلماء الكبار اللي له طبعا باع عظيم في قناه صحتي وقناه الناس وقناه الخليجيه وقنوات كثيره جدا، وهو التي لها يعني شيء طيب جدا جدا. وربنا يبارك يا دكتور، انت من الناس التي تقوم على الخير دائما يا دكتور. اللهم امين. الله يخليك يا مولانا. دكتور عبده، يعني ايه راي حضرتك في فكره البرنامج ان احنا بنتكلم فيها عن الطب النبوي؟ والله الطب النبوي طبعا يعني حاجه عظيمه جدا، وخصوصا عندما يعني يدرس على اسس علميه وقواعد علميه، طبعا هيكون مفيد جدا لكل المسلمين طبعا. اي نعم. بس شرط يكون على اسس علميه وما يمارسوش اي حد، وخصوصا يعني اللي هم يعني احنا الان يا دكتور عبده، يعني الان للاسف الشديد راينا مجموعه من النصابين الان، يعني ما تعرفش عرباجي ولا ايه، وشغال في الموضوع دوت ويكتب لك حاجات على في الشوارع كده، ما اعرفش للقولون، ده كله كلام فاضي طبعا. عاوزين نقول ان الطب النبوي يعني بيضر الدين اكثر ما بينفعه. طبعا ضرره اكثر، بيضر الدين اكثر ما بينفع، لانه ليس على اسس علميه. وهنا شرط اي عمل يا دكتور عبده هو ان يقوم على اسس علميه صحيحه. طبعا احنا اصلا الدين الاسلامي هو دين العلم، يعني الله اكبر. باسم ربك الذي خلق كانت اول ايات نزلت معناها ان احنا يعني اهل علم واهل يعني اهل خير. اهل الاسلام هم اهل العلم كله. دكتور عبده، لو فعلا قام على هذا الطب فعلا علماء ربانيين، هل فعلا سنستطيع ان نغزو العالم كله؟
والله هو ده المنشد الواحد بينشره يعني النهارده لو اساتذه طب واساتذه صيدله واساتذه علوم واساتذه زراعه فعلا تكاتفوا تكاتف كامل، والحكومه فعلا تكاتفت معانا فعلا، هنغزو العالم فعلا. ده طبعا افضل بكتير من كل واحد يعمل لوحده، مش هيبقى فيه نتيجه. لكن عندما يتم الاتحاد ما بين العلماء يعني كلهم في مجال تخصصي، اي نعم، طبعا هيبقى هناك نتيجه يعني مبهره للعالم كله الحقيقه. طيب بالاضافه كمان يا دكتور عبده، يعني النهارده احنا بنشوف يعني ايه شاي الفته للطماطم المقليه وشاي البطاطس بالبتنجان المقلي ومش عارف دي انا اعتقد دي هتبقى مهاترات هتضر الدين اكثر ما تنفعه. اي نعم، ومش هتبقى لها اي معنى، وهتبقى يعني مضره جدا جدا باسم الدين يعني. يا دكتور عبده يلا نرفع سوا شعار وقف لرسول الله. يلا يلا، جزاكم الله خير يا دكتور، ومداخله سعيده وطيبه من دكتور عبده، مبروك الشافعي، ربنا يحفظه ويبارك فيه. معانا استاذ نجوى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا مرحبا استاذ نجوى. الحمد لله. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا ركبي باجي افردها كده بحس ان بتتفرد بالعافيه. سن حضرتك كام سنه؟ انا عندي 28. شفاك الله وعافاكي. الله يخلي حضرتك. وعايزه اخس برضو. طب بس حضرتك بس لحظه، بس خلينا في الركبه بس. اولا الم الركبه هقول لك على حاجه هتحسني عليه جدا، بس عاوز اسال سؤال. ماشي. حضرتك دايما بتبقى قاعده مكرفسه وانت قاعده، او انت دايما بتكون مكرفسه ولا بتمد رجليك عادي؟ لا، ببقى ساعات بتنمل بسرعه وببقى تانياها علشان انا لسه والده قيصري جديد. ربنا يا رب يبارك لك في مولودك يا رب، اللهم امين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخ حسن. يا مرحبا. شيخ حسن السموة. ايوه مع حضرتك يا استاذ نجوى. اتصال اخر. السلام عليكم. طيب بقول ان الطب. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا اخي الحبيب، اتفضل. الله يبارك فيك يا دكتور، ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يسعدنا وياك في الدنيا والاخره يا رب، اللهم امين. الله يبارك لنا فيك يا اخي. ويشفي جميع المسلمين يا رب، اللهم امين. ويزيدك من نعم الله ومن فضله ونعمه. ربنا يحفظك ويجعلك ذكرى للمسلمين جميعا. اللهم امين يا رب. اللهم تقبل امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. اسمعني دكتور، اسال سعادتك عن علاج للنقرس. النقرس حاضر يا اخي، كم سنه؟ هو فوق 60. فوق ال 60. حاضر حاضر حاضر. بارك الله ابشر ان شاء الله، ان لما ارد عليك اليوم في يوم الاثنين ان شاء الله انتظرني ان شاء الله. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك يا اخي الحبيب. اتفضل. السلام عليكم. استاذه منى السلام عليكم. استاذه منى السلام عليكم. الخلايا المنوية عايزة اشوف لها علاج بالاعشاب. نعم يا فندم. الخلايا المنوية. ان شاء الله مع حضرتك انا دكتور حسن معاك، اتفضلي. ايوه الخلايا المنوية. عند زوج حضرتك؟ اه. متجوزين بقالكم كام سنه؟ سنتين. مفيش حاجه يعني، مفيش عنده حيوانات منويه خالص؟ مفيش الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية. طب انا بقول لك ابشري 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 ان شاء الله من خلال الطب النبوي. ابشري ان شاء الله من خلال الطب النبوي، ابشري ان شاء الله هيكون معاك ابنك خلال السنه دي ان شاء الله. طب قول لي حضرتك اخد ايه؟ لا الحلقه الجايه يوم الاثنين مش النهارده. يوم الاثنين الساعة كام؟ الساعه 11 ونص 11 ونص يا حبيبي. من 11 انتظرنا من 11 ان شاء الله في نفس الميعاد. معمار السلام